السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. كنبغي نشكر الناس اللي دخلوا عندي جداد للقناه. كنقول لكم مرحبا بكم، شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا للناس اللي ديما معايا، وشكرا للتعاليق الزوينه ديالكم واللايكات، كنشكركم عليها بزاف. بالنسبه لهاد الوصفه، هي وصفه ديال كرات التمر، ممكن تعتبروها حلوه اللي بلا دقيق بلا فران بلا بيض بلا سكر، كتوجد بسهوله وفي دقائق، والاهم من هذا انها صحيه وبنينه بزاف. ياخذوها الوليدات كغوتي المدرسه، وان شاء الله تزوقوا بها طبله العيد ان شاء الله ديالكم ضمن حلويات العيد. فبالنسبه للمقادير والطريقه، عندي كيلو ديال التمر السكري اللي خديت، عندي رابعه ديال الكركاع، وعندي كذلك رابعه ديال اللوز، وعندي هنايا نص زلافه ديال الشريحه اللي مفوره ومطحونه كتباع جاهزه، وعندي نص زلافه ديال الكوك اولا جوز الهند. فكنبدا بسم الله. كنبدا بالتمر، كنكون غسلته من الشفاه، كنحيد ليه العظم كامل. هاد الكميه اللي عندي كامله كيلو. ممكن ديروا المقادير اللي بغيتو، الكميه اللي عندكم. فمن بعد ما كنقيه ولا كنحيد ليه العظم، كنميكسيه بالمكسور. ممكن تستعملوا الهاشوار. انا يعني طحنته مباشره، ما فورتوش وما رقدتوش في الماء، باش هكا كنضمن انه يحتفظ بالمنافع اللي فيه، ما يخليهمش في الماء. وكذلك الا تفور ما يمشيوش مع البخار. والفوار كتبقى احسن طريقه الا ما درتوش، الا كان داك التمر قاصح. فانا كنمكسيه وكنحيد، كنخوي الميكسور بالمعلقه. كنتمنى انكم تكملوا معايا الفيديو حتى الاخير فضلا وليس امرا، وما تنسونيش من البصمات. واللي مازال ما اشترك وكتشاهد معايا هذا الفيديو، فكنقول لك فضل منك وليس امرا كذلك انك تشترك معايا في القناه، وتضيف وتضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد. ومرحبا بالجميع المشتركين وغير المشتركين. ودائما المشاهدة اللي كتجي من عدد الغير المشترك كتكون أكثر من الناس اللي كيكونوا مشاركين. فكنقول لكم مرحبا بكم جميعا. هنا كنطحن الكركاع واللوز، وكمعلومة يعني ما كنطحنهمش بزاف، لأن التمر عندي طحنته. فالكركاع واللوز غنخليهم هكا مهرمشين، باش ملي كتاكلوا دوك الكرات ديال التمر كتحسوا بالكركاع وكتحسوا باللوز. يعني ماشي كلشي يكون مطحون مزيان، كتبقى دوك كيبقاو دوك الحبيبات ديال اللوز والكركاع باينين في الكرات ديال التمر. يعني صلاح تحضروها كحلوه ديال العيد. لحنا ان شاء الله قراب، يعني دابا الناس كيوجدوا الحلوه ديال العيد. سهله التحضير، تحضريها في دقائق الاخيره، تزينوا بها الموائد ديالكم ديال العيد. والاهم انها صحيه جدا ومفيده. فغادي نخليكم في الطريقه واضحه، ونتلاقى معكم في الاخير مع الشكل النهائي. ما تمشيو فين.
هذا هو الشكل النهائي ديال كرة التمر ديالي. ممكن ديروها ضمن حلويات العيد، علاش لا، يستاهلوا انهم يكونوا في الطبيله ديالنا، راقيين في المنظر وفي التقديم، والاهم انهم بنان، المذاق ديالهم زوين، تيجي زوين وصحيين، ونتمنى تجربوهم ان شاء الله. ونقول لكم مع السلامه مع فيديو اخر ان شاء الله. تبقوا على خير، وغنختم بالصلاه على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تبقوا على خير.